البي او بي هو القوة الغاشمة، يغلق البئر ويصمت، لكن التشوك مانيفولد هو فن التحكم. هنا يتحول الحفار من مدافع إلى قائد. مهمتنا ليست فقط توجيه السوائل، بل استبدال وزن الطين المفقود بضغط احتكاك نصنعه بأيدينا. نحن نضيق الخناق على البئر من السطح لنخلق باك بريشر يحمي الطبقات في القاع من الانهيار. هذه هي الوظيفة المقدسة، هولد باك بريشر. لماذا يفرض القانون وجود اثنين من التشوكس في المانيفولد؟ الإجابة تكمن في الفيزياء. عندما يندفع الغاز والطين المحمل بالرمل عبر فتحة ضيقة بسرعة الصوت، يتحول الرمل إلى رصاص يخترق الفولاذ. هذا ما نسميه ذيروجن. لذلك التشوك الثاني ليس رفاهية، إنه باك أب حيوي. إذا مات الأكتيف تشوك تحت القصف، تحول فورا للبديل واستمر في المعركة. الثقة لا تمنح بل تكتسب. في اختبارات ال API ستاندرد 53 لا مكان لأنصاف الحلول. عندما تختبر نظام الريموت كنترول بانل، قد يغريك الشيطان باختبار البرايمري سيستم فقط لأنه هو الذي يعمل دائما. لا تفعل. يجب إجراء فانكشن تيست للنظامين، البرايمري سيستم والسكندري سيستم، لأنك في لحظة الكارثة لن تملك وقتا لاكتشاف أن العجلة الاحتياطية مفرغة من الهواء. أحياناً نحتاج أن نفتح الأبواب على مصراعيها عندما نريد ضخ كميات ضخمة أو ما نسميه هاي فوليوم، أو تدوير البئر دون أي مقاومة. نستخدم خط البليد لاين. هذا الخط يعمل كباي باس، يتجاوز التشوكس تماماً، والهدف الوصول إلى المينيموم باك بريشر، صفر مقاومة. ولكي يعمل هذا المهرب بكفاءة، الفيزياء تفرض شرطاً واحداً: قطر البليد لاين يجب أن يكون على الأقل مساوياً لقطر التشوك لاين. تخيل طريقاً سريعاً ب5 حارات يصب فجأة في حارة واحدة، الكارثة ستقع. لذلك الأقطار هنا مقدسة، لا اختناقات في طريق الهروب. الشوك مانيفولد هو الأداة التي تحول ضغط القاتل إلى ضغط مسيطر عليه. افهم الإيروجن، احترم الباك اب، واختبر كل الأنظمة، لأن في هذه الغرفة أنت لست مجرد عامل، أنت المايسترو الذي يضبط إيقاع الأرض.